بيبدأ فيلمنا سنة 1942 في دولة أيرلندا وبالتحديد أثناء الحرب العالمية التانية، وبنروح لطفل اسمه أنجس وبيكون قاعد على الشط وبيبص على البحيرة وهو حزين على والده اللي مات فيها من 3 سنين، ودايما بيتخيل إنه لو نزل البحيرة هيموت غرقان زي ما حصل مع والده. وبنشوف أنجس وهو بيجمع الصدف في وقت فراغه زي ما كان بيعمل مع والده وهو صغير، وأثناء ما بيجمع الصدف بيلاقي صخرة كبيرة وبيكون مستغرب جدا لأن وزنها خفيف مقارنة بحجمها، ووقتها بتنادي عليه والدته أنا عشان يرجعوا البيت، فبياخد الصخرة وبيروح معاها. ولما بيوصلوا البيت بيروح المخزن وبيغسل الصخرة وبينضفها، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي لونها أزرق وبيعرف إنها بيضة مش صخرة. وفي الوقت ده بتنادي عليه والدته عشان يتغدوا، فبيضطر يسيب البيضة ويروح يتغدى، وبنشوف البيضة وهي بتتحرك وكأنها هتفقس. وبالليل لما بيكون أنجز في غرفته بيسمع صوت جاي من المخزن، وبيلاقي الباب بتاع المخزن بيقفل وبيفتح لوحده، فبيروح بسرعة عشان يشوف اللي بيحصل. وهناك لما بيدخل بيلاقي البيضة واقعة على الأرض ومكسورة، وفجأة بيسمع صوت وبتبدأ الحاجات اللي موجودة في المخزن تتحرك وبتقع على الأرض، فبيحاول إنه يوصل لمصدر الصوت لحد ما بيلاقي قدامه كائن غريب صغير، وبيفهم إن الكائن ده هو اللي كان موجود جوه البيضة. ولما بيحاول أنجس إنه يقرب منه الكائن بيخاف وبيكون هيعضه، فبيستنتج إنه ممكن يكون جعان وبيروح المطبخ عشان يجيب له أكل، ولما بيرجع بيحط الأكل للكائن. وفعلا الكائن بيبدأ ياكل وبيطمن لأنجس وبيسيبه يلمسه، وبيلاحظ أنجس إن الكائن مجروح في ظهره، فبيجيب علبة الإسعافات وبيعالجه. وبعدها بيرجع لغرفته بسرعة وبينام قبل ما والدته تكتشف إنه كان في المخزن. وتاني يوم بيصحى أنجس وبيلاقي كتيبة من الجيش جاية عندهم، وبيتكلم توني قائد الكتيبة مع أنا وبيقول لها إنهم هيعملوا معسكر في الحديقة بتاعتها، وإن الضباط هيناموا في البيت عندها، وده لأن بيتها على الحدود ولازم يحموا الحدود من الجيش الألماني. فبتضطر أنا إنها توافق وبتدخلهم البيت، وبيروح أنجس للمخزن عشان يطمن على الكائن، وهناك بيلاقيه مبهدل المكان وبياكل في الجزمة عشان جعان، فبيروح للمطبخ وبيجيب له السلة اللي فيها بواقي الأكل، ولما بيلمسه بيلاقي جلده جاف وحرارته عالية، فبيحطه في السلة وبيطلق عليه شوية مية وبيقرر إنه يسميه كروز. وبعد شوية بتيجي أنا للمخزن عشان تدور على أنجس لكنها مش بتلاقيه، وبيجي لها لويس عامل البيت الجديد، فبتقول له إنها عايزاه ينظف المخزن عشان ضباط الكتيبة يناموا فيه بشكل مؤقت، وفعلا بيوافق وبيبدأ ينظف المخزن. وساعتها بيشوفوا أنجس من بعيد وهو بيخرج السلة اللي فيها كروز وبيكون هيرمي المية اللي فيها، فبيروح له عشان يمنعه، لكنه بيتفاجئ لما مش بيلاقي كروز موجود في السلة، وبيحاول إنه يخرج لويس من المخزن عشان يدور على كروز، لكن لويس بيرفض وبيقول له إن والدته هي اللي قالت له ينظف المخزن. فبيطلع أنجس بره وبيفضل يدور على كروز في الحديقة بتاعة البيت. في نفس الوقت بنشوف كروز اللي بيكون دخل البيت، وبيظهر إن حجمه بيكبر بشكل واضح، وبيشوفوا الكلب بتاع طباخ الكتيبة وبيجري وراه، لكنه مش بيقدر يمسكه لأنه مربوط بالحبل، وبيكون الكلب بهدل المطبخ بسبب مطاردته لكروز. ولما بيجي الطباخ بيتصدم لما بيلاقي المطبخ متبهدل، وبيقرر إنه يحبس الكلب عشان ما يحصلش كده تاني. في نفس الوقت بيكون أنجس في الغرفة بتاعته، وفجأة بيسمع صوت أخته كريستي وهي بتصرخ في الحمام، ولما بيروح لها بيلاقي كروز قاعد في البانيو، فبيطمنها وبيلعب مع كروز قدامها عشان ما تخافش منه، وبيلاحظ إن حجمه كبر عن الأول، فبتوعده أخته كريستين إنها مش هتقول لوالدتهم بشرط إنه يخرج كروز من البيت، لأن والدتهم لو عرفت هتعاقبهم. وتاني يوم بتروح أنا للويس وبتديله هدوم جوزها القديمة عشان يلبسهم، وبتطلب منه ينظف الحمام، فبيشكرها لويس لكنه بيرفض إنه ياخد الهدوم، وبيقول لها إن جوزها هيتضايق لو عرف إنه لبس هدومه، فبتقول له إن جوزها مات من 3 سنين، ومن ساعتها وابنها أنجس مكتئب ودايما بيروح يقعد عند البحيرة عشان بتفكره بذكرياته مع والده. وبعدها بيروح لويس عشان ينظف الحمام، وهناك بيلاقي أنجس وكريستي واقفين قدام البانيو، فبيحاول أنجس إنه يخرجه عشان ما يشوفش كروز، لكنه بيرفض إنه يخرج، وبيتصدم أول ما بيشوف كروز، وبيقول لهم إن ده كائن بحري نادر جدا، وبيحكي لهم إن الأساطير بتقول إنه ذكر وأنثى في نفس الوقت، وإنه لما بيكبر بيبيض بيضة واحدة بس وبعدها بيموت. وبعد ما بيخلصوا كلامهم بيقول لهم لويس إنه مش هيقول لوالدتهم على كروز، لكنهم لازم يخرجوه من البيت لأن الضباط لو شافوه ممكن يقتلوه. في نفس الوقت بيكون توماس قائد الكتيبة عامل حفلة في البيت، وبيخرج أنجس من الحمام وبيسيب الباب مفتوح، وبيخرج كروز عشان يدور على أكل ياكله، لكن الكلب بيشوفه وبيفضل يجري وراه لحد ما بيوصلوا للصالة اللي فيها الحفلة، وبيبوظ الكلب السفرة اللي عليها الأكل، لكن كروز بيقدر إنه يخرج بره من غير ما حد يشوفه، وبينط في النافورة اللي في حديقة البيت، وبيفضل ياكل من السمك اللي فيها
فيها لحد تاني يوم. وساعتها بيشوفوا لويس بالصدفة وبيتفاجئ لما بيلاقي إن حجمه كبير جدا، فبياخدوا معاه في العربية وبيروح هو وأنجز للبحيرة وبيقرروا إنهم يحرروه لأن وجوده في البيت هيكون في خطر عليه وخصوصا بسبب حجمه. ولما بيرجع أنجز البيت بياخدوا القائد توماس عشان يتدرب معاه، وبنعرف إن والدته هي اللي قالت للقائد توماس ياخده معاه عشان يشتغل بأي حاجة ويبطل يروح البحيرة لوحده. وفعلا بيشتغل أنجز في التدريبات وبيكون مش عارف يروح يطمن على كروز لحد ما في يوم بيقدر إنه يهرب من التدريب وبيروح البحيرة وبيفضل ينادي على كروز لكنه مش بيظهر، فبياخد مركب وبيمشي بيه في المية. وفجأة بيسمع صوت وبيظهر كروز من وراه وبيكون حجمه ضخم لأنه بياكل أسماك كتير من البحيرة. وبيركب أنجز على ظهر كروز وبيطلعوا رحلة وسط المية، وبيكون أنجز مبسوط جدا مع إنه في العادة بيخاف من المية. ولما بيكونوا في المية بيشوف أنجز شبكة عاملينها ضباط الكتيبة، فبيخلي كروز يطلع من المية بسرعة لأنه بيكون خايف إنه يتشبك فيها، وبيخليه يرجعه للشط تاني عشان يروح للبيت قبل ما والدته تكتشف إنه جاي للبحيرة. وقتها بيكون طباخ الكتيبة ماشي ناحية البحيرة وبيشوف أنجز بالصدفة. ولما بيرجع أنجز البيت بيحكي لأخته ولويس على الرحلة اللي طلعها مع كروز جوه المية، وبيقول لهم إنه أخيرا قدر يتغلب على خوفه من البحيرة. وتاني يوم بياخدهم القائد توماس للضفة الشرقية من البحيرة، وده عشان يتدربوا هناك ويعرفوا خطط الحرب في حال هجوم الألمان عليهم. وبعد شوية بيبدأ الضباط يرموا قنابل وصواريخ في المية، فبينفعل أنجز عليهم وبيحاول يمنعهم عشان كروز ما يحصلوش حاجة، لكن للأسف بيكونوا رموا كل الصواريخ في المية وبتكون الصواريخ قريبة منه جدا. فبتزعق له والدته لأنه كان قريب جدا من الصواريخ وممكن يتأذي، فبيضطر أنكز إنه يعترف لها بالحقيقة وبيحكي لها كل حاجة عن كروز. لكن والدته بتقول له إن الأساطير دي مش موجودة، وبتقرر إنها تعاقبه وتحبسه في البيت. وبعد فترة بيروح واحد من المزارعين للبحيرة ومعاه مصور من مجلة عشان يصور الكائن الغريب اللي دايما المزارع بيشوفه في المية. ولما مش بيظهر الكائن بيعملوا تمثال على شكله وبيصوروه على إنه هو وبينزلوه على الجرايد عشان يتشهروا. وفعلا بينزلوها في الجرايد، ولما بيشوفها طباخ الكتيبة بيقول لصديقه وولكر إنه شاف الكائن ده قبل كده في البحيرة. بنروح بعدها لأنجز وهو طالع للبحيرة مع لويس عشان يشوف كروز وبيفضل ينادي عليه كتير. وفجأة بيطلع له كروز من المية وبيهجم عليه، لكن لويس بيقدر ينقذه في اللحظات الأخيرة، وبيقول له إن كروز ما بقاش يثق في البشر من ساعة ما ضباط الكتيبة حدفوا عليه صواريخ. فبيحزن أنجز وبيقرر يرجع البيت، لكنه قبل ما يمشي بيسمع صوت الكلب بتاع الطباخ، فبيفهم إن في حد هنا وبيحاول إنه يأذي كروز. وفعلا بيكون الطباخ وصديقه وولكر في البحيرة عشان يقتلوا كروز، لكن كروز بيظهر من وراهم وبيهجم عليهم. فبيتصلوا بالكتيبة وبيطلبوا منهم يضربوا صواريخ على البحيرة لأنهم بيتعرضوا للهجوم. وبيكسر كروز المركب وبيكون عايز ياكل الطباخ، وبيحاول أنجز إنه يمنعه لكنه مش بيسمعه، فبيدخل جوه البحيرة لكنه بيغرق لأنه مش بيعرف يعوم. وبيروح له كروز بسرعة وبينقذه بيطلعه للشط، وبتوصل أنا والقائد توماس وبيتصدموا لما بيشوفوا كروز. وفي الوقت ده بتصدق أنا كل الكلام اللي كان أنجز بيحكي ليها عن الكائن الأسطوري، وبتبدأ الكتيبة تضرب صواريخ على المية. فبيخاف أنجز على كروز وبيحاول يفهمه إنه يمشي بعيد عن الصواريخ، ولما بيلاقيه مش فاهمه بيركب على ظهره وبيقرر يروح بيه لمنطقة أمان. ساعتها بيتصل القائد توماس على الكتيبة وبيطلب منهم يوقفوا ضرب صواريخ عشان الطفل أنجز ما يتأذيش، لكن للأسف مش بيكون في إشارة في اللاسلكي بسبب الطقس السيء. وبيشوف ضباط الكتيبة كروز وهو جاي عليهم من بعيد، وساعتها بيكونوا فاكرين إنها غواصة تبع للجيش الألماني وجاية علشان تهجم عليهم، فبيضربوا صواريخ على أنجز وكروز، وكمان بيرفعوا الشباك اللي على حدود البحيرة عشان ما يهربوش منهم. وفي الوقت ده بيجي توماس وأنا بمركب وبينادوا على أنجز، فبيقرر أنجز إنه يروح معاهم عشان يدي الفرصة لكروز يهرب من جوه المية. وفعلا بيطلع مع أنا والقائد توماس، وبيقدر كروز إنه يقطع الشباك اللي كانت الكتيبة عاملاها على الحدود وبيهرب لبعيد. والصبح بيشوف أنجز كروز لآخر مرة وبيودعه. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.